السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية الأزهرية، طلعت من امتحان الفيزياء خلاص، ما تبصش وراك أيا يكن، كان سهل كان صعب. وإن كان معظم الآراء بتقول إن هو الامتحان في المتناول، يعني ما كانش صعب خالص يعني، ولا كان سهل خالص. فكان في المتناول، ودي كعادة الامتحانات. فأنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى إن أنت عديت من مادة الفيزياء وخلاص، وهتنساها، مش هتذاكر فيزياء تاني. أنت المفروض تفرح على كده. والمواد الجاية لازم تتقفل، المواد الجاية بالنسبة لك لازم تتقفل. عندك بلاغة، عندك التوحيد، عندك التفسير، وعندك الصرف. المواد دي لازم تتقفل، ما فيهاش مفر ان انت تقفلها. فهتحاول خلاص تنسى اللي فات خالص، ما تفكرش في اللي فات، فكر في ان انت مهمتك دلوقتي في الخمس ايام دول، الاربع ايام اللي قاعدين دول. بعد ما عديت النهارده خلاص، يبقى قاعد لك 4 ايام. حاول على قدر الامكان ان ال4 ايام دول تجمع كل الدرجات اللي فيهم، تجمع كل الدرجات اللي فيهم. وتجمعك للدرجات ده يخليك يرفعك في المواد التانية، لان هي دي اسمها مواد الرفع. يعني ايه؟ بمعنى ان هي ترفع التنسيق. فما تحاولش تنقص فيها درجات كتير مهما يكون الامتحان صعب سهل. الامتحانات في المواد ديت اللي هي المواد الجايه دي بالنسبه لك، ما ينفعش تطلع تقول فيها الامتحان كان سهل، الامتحان كان صعب. لازم تطلع تقول انا قفلت الامتحان ده، ما فيش غير كده. لازم تكون حريص على ان انت ما تنزلش فيهم درجات خالص، بحيث ان ترفع تنسيقك. وبالتوفيق ان شاء الله. وركز كويس جدا في ماده البلاغه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.